زي ما انتم عارفين ان الشاورما بقت من اشهر الاكلات في العالم، وكل بلد بتعملها بطريقه. فتعالوا اوريكم مكان بيعمل كل انواع الشاورما سواء مصري او سوري او يوناني او تركي، وهو سبين في ويست يارد في الشيخ زايد. فلو انت كيف شاورما وعايز تاكل شاورما من كل حته، فمثلا الشاورما المصري شاورما لحمه وعليها بقدونس ونعناع ولمسه طحينه ولمسه مخلل خفيفه مع العيش الكايزر. اللحمه عندهم ما فيهاش اي زفاره وطعمها حلو، وفي نفس الوقت شغالين بريسيبي، فمش مرتبط بالراجل اللي واقف على سيخ الشاورما. يعني كل حاجه هتلاقيها مظبوطه كل مره تاكل عندهم. وانا كعمرو بالنسبه لي الشاورما المصري يعني لحمه، والفراخ يعني سوري. عايز اقول لكم ان سبين بيعمل شاورما فراخ سوري تقريبا من احلى شاورما فراخ سوري اللي اكلتها من كل المطاعم السوري اللي موجوده. وكمان عندهم دونر تركي للناس اللي بتحب الدونر. طعم اللحمه بيكون مختلف في الدونر عن الشاورما، وفي نفس الوقت الخلطه، وبيحطوا بطاطس مع العيش الصاج، مع اني ماليش في الدونر بس عجبني. ولو انت عايز تاخد حاجه مختلفه خالص عن الشاورما اللي انت متعود عليها، فاليرو اليوناني بيكون طعم الشاورما مختلف، وفي نفس الوقت جواه بطاطس زي ما انتم شايفين شكل مختلف بالعيش البيتا. طعمه هيعجبكم قوي. واحلى حاجه جربتها عندهم هو الفرايد شاورما، اختراع لازم تجربوه. من الاخر سبين تجربه شاورما مختلفه عن اي مكان هتلاقوه.